السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكورة فعلا مجنونة. من يومين شفنا رونالدو، كريستيانو رونالدو، ضرب البليهي لعيب نادي السعودية اللي هو لعيب الهلال في مباراة النصر، والهلال ضربه بكوعه كده وكان هيضرب الحكم، وطبعا اتطرد رونالدو. طب يا جماعة، دلوقتي رونالدو طول عمره مواقفه السياسية مناصرة مساندة للشعب الفلسطيني الغلبان، غير ميسي اللي كان دايما يروح عند حائط المبكى ويناصر اليهود والإسرائيليين. وحتى رئيس الأرجنتين عملت له كام فيديو جديد برو إسرائيلي خالص بطريقة رهيبة، يعني مناصر للإسرائيليين جامد. طيب مش هنتكلم عن المواقف السياسية دلوقتي. رونالدو لعيب محترف وبيلعب في الدوري السعودي. هو البليهي ماله خلاه يلسع كده؟ يعني مسك البليهي ضربه جامد، فالحكم طبعا طرده، وكان هيضرب كمان رونالدو، كان هيضرب الحكم. فالمفروض يا رونالدو انت بتلعب في دوري محترفين السعودي، دوري محترم، والناس حباك جدا، وانت عامل طفرة حلوة وبتجيب اجوان وبتلعب كويس. لازم تكول داون ده جيم شوية وتهدي اعصابك يعني. مش تمسك الراجل السعودي وتضربه بكتفك. انت مش في ماتش مصارعة، ده ماتش كورة يعني. بس كان واضح طبعا آه، ان قبل الواقعة دي في الماتش كان في مناوشات بينهم كتير وضرب وشد وجذب، فواضح ان رونالدو زهقان من بيليهي، والبيليهي حاطط رونالدو في دماغه. المهم يا رونالدو، رسالتي ليك: احترم نفسك يا رونالدو. انت بتلعب في السعودية، مش بتلعب في دوري ام زغلول. فاهم قصدي؟ مع احترامي لام زغلول، احترم نفسك وهدي نفسك شوية. وما ينفعش انك تضرب الناس بالكوع وبالبنية وعايز تضرب الحكم. اللي حصل ده مسخرة، وطبعا انت هتتوقف فيها بتاع 7 8 ماتشات. يا عم الناس مديالك 250 200 ولا 300 مليون دولار ولا يورو، ومقعدك انت ورودريجو دي، اسمها مراتك دي، اسمها ايه ولا صاحبتك دي، فاكبر واحسن حته، وبيعاملوك احلى معامله، معامله الملوك. فاحترم الدنانير والريالات والمعامله، واحترم السعوديه، واحترم الكوره، واهدى شويه علينا يا رونالدو. ما ينفعش اللي انت عملته ده. انا لو من رئيس اتحاد الكره السعودي اوقفك الدوري كله او بقيه الدوري. ما ينفعش اللي بيحصل ده. وانت يا بليهي ما تستفزش الراجل. الراجل خلقه ضيق واضح عشان بس الدنيا تمشي. فكانت واقعة غريبة، ويعني استغربناها. وانا عمري ما شفت، يعني انا عارف رونالدو بيتنرفز كتير بس مش بالطريقة دي. ضرب الراجل بكوعه والتاني وكانت معركة بقى. فخلي بالك، السعودية بلد محترمة وعندها قوانين ومش هترحمك. فنصيحة ليك: كول داون ذا جيم يا رونالدو. أعزائي المشاهدين، ياما هنعيش وياما هنشوف في الكورة دايما مجنونة. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.